في صدمات بتوجع، بس في نوع من الصدمة بيبهدلك نفسياً، بيكسرك وانت واقف على رجلك. والحكاية دي نموذج للصنف ده. راجل محترم شغال دكتور بيطري في محافظة كفر الشيخ، عاش 11 سنة جواز، والناس حواليه كانت بتقول ما شاء الله أسرة مثالية. 3 أطفال بيضحكوا حواليه، مراته بتستناه على العشاء، والناس بتحسده على بيته. لكنه كان حاسس بحاجة غلط. مشهد بسيط، مشهد اتكرر كتير، بس المرة دي خد باله. كانت ماسكة تليفونها وبتضحك ضحكة غريبة، ضحكة مش بتاعته، ولما شافها بسرعة قفلت الشاشة. حاجة في قلبه اتكسرت، بس سكت وكتم في نفسه، ولا صرخ ولا حتى واجه. سكت وقرر ياخد خطوة خبيثة بس قانونية. حلل DNA لأولاده ال3 من غير ما يقولها ومن غير ما يشكك حد في حاجة. ولما استلم التحاليل الدنيا وقفت، ولا طفل فيهم ابنه. أول لحظة افتكر إن في خطأ، يمكن التحاليل غلط، يمكن حصل لخبطة، لكنه كرر التحاليل في أكتر من مركز، والنتيجة كانت واحدة: الأطفال مش من صلبه. جاله انهيار عصبي، قعد لوحده في العيادة ومسك صور العيال، ودموعه بتنزل بدون صوت. سنين بيربي، يعلم، يسهر على تعبهم، وهو مش أبوهم. راح البيت، ساب المفتاح وقعد يبص في عيونها. قالها بهدوء قاتل: حللت DNA، الولاد طلعت مش ولادي، تحبي تقوليلي إزاي؟ سكتت، وشها اتبدل، اللون راح، والمبررات كلها راحت. وبعد كام دقيقة من الإنكار انهارت. قالت له: كنت بحب واحد تاني، والعلاقة دي ما وقفتش حتى بعد الجواز، وعيالك مش منك. لحظة زي دي ممكن تموت فيها وانت حي. ما ضربش، ما صرخش، الراجل ما استحملش أكتر. رفع قضية نفي نسب، والمحكمة أنصفته، حكمت إن الأولاد لا يحملوا دمه، وتم الطلاق فوراً. لكن الوجع ما خلصش. العيال كانوا متعلقين بيه، بينادوه بابا، وهو مش قادر يبص في عيونهم ولا يقول لهم الحقيقة، لأنهم مش مذنبين، لكنهم نتيجة خيانة. الأصعب إنه اكتشف إن جاره اللي كان بيعدي عليه يشرب قهوة هو الأب الحقيقي لطفل من ال3. يعني الخيانة كانت قريبة، كانت في وشه كل يوم وهو مش داري. الصديق اللي بيحكي له مشاكله وبيضحك في وشه كان نايم في حضن مراته. تخيل الطعنة دي. هو نفس الشخص اللي حضر أول عيد ميلاد لابنه الكبير وكان ماسكه وبيلعب بيه وهو مش عارف إنه ابنه الحقيقي. الراجل قال: أنا كنت عايش في فيلم رعب، مراتي بتضحك عليا، وجاري بيخدعني، وولادي طلعوا مش ولادي. والحاجة اللي كسرت ظهره لما أدرك إنه صرف كل ما يملك على تربية ولاد غيره، وطلع هو الشخص الغريب الوحيد في بيته. والناس على السوشيال ميديا اتجننت. ناس قالت الست دي محتاجة تتعاقب مش على الخيانة بس، على تدمير نفسية إنسان بالكامل. وناس قالت طب والأطفال ذنبهم إيه؟ مين هيشرح لهم الحقيقة؟ والسؤال اللي فضل شغال في عقولنا: هو الأب الحقيقي هو اللي خلف، ولا اللي ربى وسهر وعلم وتحمل؟ وهل في لحظة ممكن تكتشف إن حياتك كلها كانت كذبة كبيرة؟ اكتب رأيك بصراحة، ولو القصة وجعتك شاركها مع حد ممكن يكون محتاج يسمعها. وافتكر دايماً دي مش حكاية عابرة، دي صرخة لكل حد فاكر إن الخيانة سهلة، لأن الكارثة مش دايماً بتبان في وقتها، بس لما تنفجر بتهد العمر كله. دي كانت نهاية حكايتنا، بس مش نهاية الحكايات. اضغط اشتراك وفعل الجرس علشان الحكاية الجاية هتزلزل الأرض من تحت رجلك.